انت تعرف ان ابو تريكة رفض ياخد شيك بمليون جنيه من نجيب ساويرس في 2006 او 2007 تقريبا، وراح تبرع به للملاجئ واليتامى؟ طيب تعرف ان ابو تريكة رفض 50,000 دولار مقدمين من الكويت بعد مباراته مع نجوم العالم، برغم انه كان في اشد الاحتياج ليها بعد تجميد فلوسها في البنوك؟ طيب تعرف ان ابو تريكة رفض عرض مرعب وخيالي من الهلال السعودي في 2008 وقال انا قاعد في النادي بتاعي ومتمسك بيه؟ تعرف ان ابو تريكة كان بيدي عفروته فلوس كل شهر يروح يوزعها على المحتاجين؟ طيب تعرف ان ابو تريكة لما كان في نادي الترسانة رفض انه ياخد مرتب 60,000 وزميله احمد زغلول 30,000 وقسم ال90 عليهم بالتساوي؟ تعرف ان ابو تريكة لما اتسأل عن شيكابالا رد بمنتهى التواضع والادب وقال شرف لي ان اتقارن مع شيكابالا؟ طيب تعرف ان ابو تريكة معمول باسمه شوارع ومدارس في فلسطين وموجود في مناهج السعوديه وعمان وفلسطين؟ تعرف ان ابو تريكة في كل اللقاءات كان بيصح الفريق لصلاه الفجر ويقرا لهم الاذكار وهم رايحين وهم جايين؟ طيب تعرف ان محمد بركات وعماد متعب ونجيب ساويرس وغيرهم كتير قالوا على ابو تريكة انه هو افضل واحسن لاعب جه في تاريخ مصر، وقال عنه عصام الحضري انا عايز ابو تريكة يسجل في هدف عشان يتكتب في تاريخ ان ابو تريكة سجل في عصام الحضري هدف. تعرف ان ابو تريكة ما تغيرش بالشهرة ولا بالمال ولا الاضواء ولا النفوذ، وانما قاعد زي ما هو بسيط ومتواضع